السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هاد التحلية كتجي زوينة بزاف، النكهة ديال الحامض، خصوصا الناس اللي كيبغيو البنة ديال الحامض. غنحتاجو حامضة وحدة، نصف لتر حليب، 2 معالق سكر، واحد فلو ديال عادي ديال الفاني، ونحتاجو واحد الملعقة ديال المايزينا. صافي، هذا هما المكونات الطبقة الأولى. دابا غنحك هاد الحامضة، غنحيد غير القشرة الصفرا، مرحبا بكم، ألف مرحبا في قناتكم وصفاتي، ناس داخل المغرب أو خارج المغرب. الناس اللي مازال ما اشتركينش في القناة تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. ما تنساوش تشجعوني باللايك ديالكم، وخليوا لي الآراء ديالكم في الكومنتير، وشكرا لكم بزاف. دابا نحك هاد القشرة كاملة، صافي. دابا غناخد هاد القشرة غنديرها مع الحليب باش يعطينا البنة، وبالطبقة الثانية غنحتاجو العصير ديال نص حامضة. دابا عصرت نص حامضة، غنديروها في الكاس ونكملو بالماء. الحامض او الليمون، الحامض شوية مجهد، متكتروش. الى حامضة كبيرة ديرو غير ربع حامضة ولا 2 معالق ديال عصير الحامض. في الكاسرونة غندير السكر، غندير داك القشرة ديال الحامض، تعطي واحد اللوكو زوين التحلية ديالنا. ملعقة ديال المايزينا، صافي. دابا غندير الحليب والفلو. التحلية كتجي زوينة بالنكهة ديال الحامض، خصوصا كيف ما قلت لكم الناس اللي كيبغيو حاجة اللي فيها الحامض كتجي زوينة. دابا غنخلط الكل وغنديروه فوق البوطة. مع التحريك دائما باش ما يلصقش لينا في الكاسرونة، حيت عندنا المايزينا. وفي الكاس غندير فيه هداك الكاس ديال الماء والحامض، غندير 2 معالق ديال السكر، وملعقة ديال كريم باتيسري أو النشا، حيت أنا درت كريم باتيسري باش تعطينا اللون. ونفس الوقت المذاق كيكون زوين على المايزينا ما فيهاش المذاق. دابا صافي، رجعت الكاسرونه ديالي الاولى. دابا غنطفي عليها، صافي الخليط ديالنا غلا.
غنكبوه في الكيسان. والكسرونة الثانية اللي فيها الماء وداك كريم باتيسري والسكر، درت شوية د الملون أصفر، بدا كيتقل كيف ما كتشوف معايا فوق البوطة. صافي دابا غنطفي النار. دابا هذا الطبقة الأولى راها بردات، وغنكبو الفوق هذا الطبقة الثانية. تزيين اختياري، كل واحد يزين كيف ما بغى، اهم شي المذاق ديال التحلية كيكون زوين، جات بنينة بزاف، كنتمنى منكم تجربوها. الى عجبكم الفيديو بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائدة، وشجعوني باللايك ديالكم او جيم، وإلا بغيتو تخليوني الكومونتي المحفز. وشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعة وعلى التشجيعات ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف على هادشي اللي كديروا معايا. وهذا هي التحلية ديالنا بعد ما بردات، زينتها بالحامض، والتزيين كيبقى اختياري، كل وحدة كتزين على ذوقها، اهم شي يكون المذاق زوين. غندوق معاكم باش تشوفوا القوام ديال التحلية متماسكة، طبقة كل طبقة باينة. وكنتمنى تبارطاجيو الفيديو وشجعوني باللايك ديالكم.